6-1. 6-1. لا والجون الاخير السادس كمان مين اللي يجيبه؟ سيبك من التحفيل و6-1 ده امام عاشور. امام عاشور اللي جاب الجون السادس، اللي هو هنكد عليكم هنكد عليكم. بقى انتوا بتحفلوا عليا، بقى انتوا مش عارف ايه. طب تعالوا، الجون خلاص، الماتش بيخلص خلاص، دقيقة كام ثانية المباراة تخلص 5-1 وخلاص يا معلم، الاهلاوية يفرحوا بالفوز وخلصنا. لكن لا، امام عاشور انا جاي لكم وار2 والستة 1 تبقى النهارده ليلة ولا ألف ليلة وليلة. ليلة مش بقى يعني لا نتمناها. منها جمهور الاهلي هيفرح بالفوز بتاعه الكبير على فريق بلوزداد، والموضوع بلوزداد عن حده خالص خالص خالص. وال6-1 مش هنخلص منها خلاص. النهارده ليله ولا الف ليله وليله بالنسبه للاهلاويه. ولكن يا معلم، من هدف اول وتحفيل زملكاوي بدري بدري، والواحد قال كتير يا جدعان ما تحفلوش الا مع صفارة الحكم. اول ما الحكم يصفر مع الاهلي بالذات، ابدأ يا معلم حفل طبيعي. هنحفل على الخصم بتاعنا المفروض يعني، مع ان الخصم بتاعنا دي بقت رخمه شويه، لان دلوقتي الخصم بتاع الاهلي دلوقتي لا احنا الخصم بتاع الاهلي في دوري الابطال ولا حتى دوري. ولكن اهو احنا يا معلم بنلزق ونقول الخصم بتاعنا، فبنفرح في خسارته، نفرح في تعادله. وده كلام جمهور الزمالك، انا كواحد ولا يهمني اقسم بالله. بالعكس، النهارده الاهلي اللي بيقدم مباراة رائعة خاصة الشوط الثاني، وعودة الفدائي وسام ابو علي، يعني عودة هجوم الاهلي. الواد وسام ابو علي ده معلم هجام، عارف انت الهجام، خش خلاص هو ده. الواد ده سفاح حرفيا ما شاء الله، نمسك الخشب عشان ما يتحسدش، راجل لسه راجع من اصابة. ولكن يا معلم شوف كده الهدف الاول، هو الهدف الاول ده اللي رجع الاهلي من تاني للمباراة وخلى الاهلي يدخل الشوط التاني. انا هدوس على بولوزداد، انا هخلي بولوزداد ما تبقاش بولوزداد. الكرة يا معلم لعبكة مش عارفة ردة وهوبا بوش رجله، ما بيهزرش. هجيبها جون هجيبها، ما بيهزرش. خش الشوط التاني، تعالى خد الفاول ده، حتة كده جميلة. اقسم بالله انا قاعد بتفرج عن الماتش، الكرة فاول انا شايف وسام ابو علي، انا قلت جون. والجون التاني وسام ابو علي. وبعد كده من افضل لاعبي القاره حسين الشحات، اللي قدم الحقيقه مباراه رائعه النهارده، تحركات ورايح وفنتات ورايح وهجماته ومهاراته ويفتح ويروح. حسين الشحات برضه بضغط من السولية، برضه بمساعدة وسام ابو علي اللي كان هو اللي هيسجل الهدف، ولكن تألق الحارس. ثم الحارس بعد ما تألق بيتخرم كده من حسين الشحات اللي بيسجل الهدف الثالث. ثم بقى بنشوف وسام ابو علي اللي بيقول انا النهارده يا معلم السوبر هاتريك، انا النهارده لا انا النهارده الهاتريك، انا النهارده اللي هدخل بقى الايه الهدف الرابع. وبنشوف وسام ابو علي اللي بيقدر يسجل فعلا الهدف الرابع علشان يختمها قبل ما يخرج وينزل البيرسي تاو. وينزل بقى بنشوف التغييرات كده كده. مع عاشور نزل من بداية الشوط الثاني، ولكن شوف البيرسي تاو اللي بينزل وبيسجل الخامس. ومع عاشور الحقيقة قدم شوط تاني رائع جدا جدا، وغير الحالة الفنية بالنسبة للأهلي في الشوط الثاني في نص الملعب. ويعني نقدر نقول يعني إمام عاشور النهارده قعدته على الدكة كانت سيئة فنية بالنسبة للأهلي، ولكن أول ما نزل الدنيا فتحت مع الأهلي علشان إمام عاشور مش بس قدم أداء رائع، لا ده كمان بيقول للأهلاوية أنا النهارده جاي أصالحكم. خد يا معلم الجون السادس ده و6-1 وفي اخر الثواني علشان انكد على الزملكاويه. واحد يقول لي يا عم احنا مالنا، واحد بقى زملكاوي احنا مالنا مش عارف ايه. انت بق، انت اول ما فريق بلوزداد جاب جون احنا التحفيل اوعى بدات بقى، بدات تنقط وها ومش هقق يا جدعان ما تحفلوش على الاهلي الا لما حكم المباراه يصفر، المباراه تنتهي. ولكن انت مع الاهلي لا يعني ما فيش امان، نو امان بالنسبه مع الاهلي. ولكن في النهايه الاهلي اللي بيتصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا بفوز كبير 6-1 على فريق بلوزداد، لحد ما الموضوع بلوزداد عن حده خالص. وبص على اللوحه زي ما جمهور الاهلي في الثالثه شمال بيقول بص على اللوحه، ده الاهلي نفسه مفتوحه. عوده حميده للفدائي وسام ابو علي، مليون مبروك للاهلي في دوري ابطال افريقيا. الاهلي في دوري ابطال افريقيا اتمنى له كل التوفيق. بعض الاخر من جمهور الزمالك لا يتمنى له، ده حاجه طبيعيه جدا
مفيش اهلاوي او زملكاوي يتمنى، ولكن انا كواحد ولا يفرق معايا، اهلي يكسب اهلي يخسر اهلي يتعادل، الاهلي لجمهوره وفرحته لجمهوره وحزنه لجمهوره. ولكن الاهلي يفوز، الاهلي يفوز وقدم مباراة رائعة، مزيكا ممتعة. جمهور الاهلي النهارده حالته رايقة ومتكيف على الاخر، فمليون مبروك ليكم وكفايه عظمة لحد كده.